تمكن فريق المغرب الفاسي من الوصول الى مرمى عن طريق الكره الثابته. نعم، اعتقد انه الجوله الثانيه ظهر بانه الفريقين هناك رغبه للوصول الى المرمى، سواء المغرب التطواني اللي خلق هو الاخر بعض المحاولات ديال التسجيل، او فريق المغرب الفاسي اللي كان مطالب لانه على الارض ديالو امام الجمهور خصو انه يحقق نتيجه ايجابيه. وتاكد المعطيات اللي قلنا على ان الفريقين نقطه الضعف ديالهم انهم ما كيدخلوش في المباراه منذ بدايتها، ولذلك فانتظروا حتى الجوله الثانيه. عاد وهذا كنشوفوا هنا الهدف ديال هجوم مضاد متميز وتمريره اروع ما يكون للاعب المناصفي اللي موه الجميع، وتسديده مركزه للاعب خضروفي يسجل هدف الاول لفريق المغرب. نعم، بعد ذلك يعني تابعنا انه كان ضغط ديال فريق المغرب الفاسي، واعتقد انه كان ضغط منطقي. خطا، يعني هو الخطا شيئا ما بامكان ان الحكم اخر ما يعلنش على الخطا. وكنشوفوا على ان نرجعوا لها لانه كان هناك حجب الرؤيه على الحارس. فاكيد ان الهدف يمكن انه حكم اخر كان يمكن انه يعيد ضربه خطا، لكن الحكم يعني زوراق ارتأى ان الهدف صحيح، ولو ان اللاعب بورزوق لاعب لديه خبث كروي عندما لا يسجل فهو يساعد فريقه على تسجيل الاهداف بقيام باعمال اخرى كحجب الرؤيه او القيام، وهذه فرصه ممتازه